السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الجواز ربنا سبحانه وتعالى قال عليه سكن ورحمة وميثاق غليظ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وده حديث صحيح متفق عليه وتقدروا تتأكدوا من صحته. لكن الكلام ده ما بينطبقش على كل الرجالة. الكلام ده بينطبق على الرجالة اللي بجد، الرجالة اللي فاهمة يعني ايه قوامة وعارفة واجباتها قبل حقوقها. لكن الرجالة اللي هم أشباه رجال دول، يعني مثلا الزوج اللي معانا في قصة النهاردة لا ينطبق عليه الكلام خالص. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. إنسان ما عندوش أي رحمة ولا إنسانية، إنسان تفكيره تفكير شياطين. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد، زوج كان او اب او اخ او اي نيله، اي حد بيستقوى على الاضعف منه وبيجبره على حاجه ان هو يعملها وحتى لو كانت حرام. اللي حصل ان كان في واحده اسمها سمر، ليها اخت. سمر متجوزه واختها متجوزه. جوز اخت سمر بيشتغل مع جوز سمر. بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ ان جوز اخت سمر واخد فلوس من جوز سمر وبيشغلها له وبيديله الفوائد بتاعتها كل شهر. وكانت الدنيا ماشية تمام لحد ما جه وقت وتعثر جوز اخت سمر في الفلوس وما قدرش يدفعها في ميعادها. جوز سمر كان كل اللي مضايقه ان جوز اختها ماضي شيكات مش وصولات، فكان عايز ينتقم عشان تاني اتأخر عليه في الدفع. فكان عايز ينتقم منه، ففكر في ايه بقى؟ تفكير الشياطين والأبلسة. قال لمراته اللي هي سمر تجيب اختها وتخدرها وتصورها عريانة. طبعا سمر اتخضت من الكلام. طبيعي اي بني ادم طبيعي لما يسمع حاجة زي كده يعني هينفعل. بس علاقة سمر بجوزها كانت عاملة ازاي؟ هنتكلم مع بعض. جوز سمر اصلا انسان بلطجي وصايع، وده باين جدا في تفكيره وفي طريقته. كان دايما بيهدد سمر انه هيذبحها. فعلشان سمر حياتها كانت كلها معايا خوف ورعب، فكانت خايفة منه، فأقنعته إن هي موافقة على اللي هو بيقول عليه. وجاء تاني يوم وطلب منها إن هي تتصل بأختها وتجيبها عشان ينفذوا خطتهم. فقالت له لأ، أنا لو كلمتها هي مش هترضى تيجي، فخليني أنا أروح لها عند ماما وأقنعها إنها تيجي معايا. ولأن برضو جوز سمر ما بيسيبهاش تروح في مكان لوحدها ابدا، حتى لو رايحه شغل بيكون معاها، بيوصلها وبيستناها قدام المكان ويرجعوا سوا. فقال لها انا جاي معاكي، وراحوا فعلا. دخلت سمر على اختها واخدتها على جنب وقالت لها تعالي نمشي دلوقتي حالا. هي خافت وقتها تحكي لها ايه اللي حصل. قالت لها لازم نمشي دلوقتي. وراحت لجوزها استأذنت منه، قالت له انا واختي هنطلع بس مشوار الاول عشان هي عايزه تروح للمحامي وبعد كده هنيجي. قام جوزها واخدها وعلى جنبه قال لها عارفة لو اتكلمتي ولا فتحتي بقك بكلمة أنا مش هذبحك، أنا هشوهلك وشك، هخلي محدش يرضى يشغلك ولا حد يرضى يبص في وشك. وسمر كانت معاها منه 3 أولاد. قال لها هحط كل عيل في قطر ويروح لبلد شكل ومش هتعرفي تشوفيهم تاني. المهم انهم نزلوا وبعدت يعني عنه في الوقت ده. الفكرة بقى هنا ان ليه؟ طالما بني ادم بالطباع دي، اكيد كل بني ادم بيبقى ليه بوادر وليه سلوكيات بتبين شخصية الانسان ده. ما هو مش من فجأة ويوم ليلة بيتغير. فالبوادر او السلوكيات اللي في الاول دي ازاي ما اخدتش بالها منها؟ وازاي خلفت منه 3 عيال؟ يعني حتى لو هي مثلا اتخمت فيه عيل خلاص ماشي، ربطنا على كده ما تجيبش تاني.
وقبل حتى العيل ده اكيد كان في حاجات باينه منه، فليه بتخلفي منه؟ ليه بتخلفوا يا جماعه من ناس ما ينفعوش يكونوا ازواج ولا ابهات؟ ليه بتجيبوا عيال تمرمطوهم في الدنيا ويكونوا هم الحبل اللي رابطينكم من رقبتكم في ايد انسان ما يعرفش ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده لسمر وهي بتحكي الكلام ده بنفسها ونرجع لبعض تاني. قال لي بعد المكالمه لما عرف انها ماشيه او ان هي رايحه شرم الشيخ، قام جاي قايل لي هتحط لها برشامه منومه تجيبيها تطلع من شرم على هنا. هي كانت بتيجي تبات عندي وهو بيطلع يبات عند مامته فوق. فقال لي تطلع من شرم على شرم من هنا وتحط لها برشامه منومه يعني من غير هدوم يعني وتصوريها. فانا غصب عني بان على وشي رياكشن الخضه من اللي انت بتقوله، اتعصب وبهدلني وقعد يقول لي ده افتكري ده عملت فيكي، وبيفكر ان هو لما يجيب لي سبب اي خلاف كان بينا يبقى ده سبب كافي ان انا اعمل في اختي كده. بس في الاخر اقنعته ان انا اوكي وهسمع الكلام وهجيبها وهعمل لك اللي انت عايزه بس عشان اعرف اخرج. تاني يوم على العصر قال لي قلت له اتصلي بيها، قلت له لا هي عمرها ما هترضي. انا هروح لها وهقنعها واعرف اجيبها. قام جاي معايا لحد هنا عند ماما، ما بيسيبنيش اروح في اي مكان لوحدي. لو بشتغل في مكان بيقعد قدام المكان بصي طول فتره شغلي بيوصلني، بيفضل قاعد لحد ما اطلع تاني. ف جيت عند ماما ودخلت على اختي اوضتها، قلت لها هنخرج حالا دلوقتي سوا. خفت حتى احكي لها ايه اللي حصل. اهم حاجه انا كنت كل همي ان انا امشي وهو يبعد. فبعد ما خدتها ودخلت قلت له بعد اذنك انا هروح معاها مشوار الاول، عشان كانت رايحه للمحاميه، هروح معاها مشوار الاول وبعدين هجيبها واجي عشان اعرف اقنعها وكده. وقال لي لو فتحتي بقك ولا قلتي كلمه انا مش هذبحك. يعني بصي انا من الشارع اللي اتولدت فيه نيره اشرف، شارع الغول في الجمهوريه. فانا لما رحت اعزي نيره اشرف وراجعه مقهوره الاستاذ اشرف وحاله باباها ومامتها وحالتها، قال لي اي ست تسيب جوزها وما تطوعوش تستحق الذبح. فمن وقتها وانا بتهدد بالذبح. وقال لي هشوه لك وشك، مش هخلي حد يشغلك ولا حد يبص في وشك. وقال لي هاخد ولادك الثلاثه، انا معايا 3 توأم صبيان. قال لي هاخد كل ولد، هحط كل ولد في قطر واودي كل واحد على بلد مش هتشوفيهم تاني. ففي البلكونه وقتها قال لي لو فتحتي بقك او ما عملتيش اللي انا عايزه المره دي غير. عشان قبل كده كان عاوز نعمل اكتر من كده في طليقته كانت بتحاول بكل الطرق انها تاخد منه نفقه اللي رمى بنتها. فكان طلب مني برضه اعمل فيها كده، وانا كنت بخلع لحد ما قلت لها ومنعت اي تعامل بينهم. فقال لي لو المره دي ما سمعتيش كلامي هدمرك. وانا كالعاده مفكره بيحسن نموس، بس انا عارفه ان اخره فاضي، او كنت فاكره ان اخره فاضي. قلت لي كل ده عايز ايه منك؟ عايزني اصور اختي. هو بيوصلها لي ان انا عشان ابتز جوزها، هو هيموت ان جوزها كان ماضي شيكات مش ماضي وصولات. عنده كان واخد منه مبلغ يعني؟ بيشغله له بيدفع له ارباح. مبلغ كام؟ اللي وصله له تقريبا كان راس المال 600 والارباح بتاعها قفل مليون. كان بيتابع بانتظام الدفع اللي على الاقساط اللي عليه. ايوه، هو ما تاخرش او تعثر معاه الا من شهر 12 لشهر 6. ده كان برضو مش عاوز يشتغل معاه بعد ما عرف انه حبسني وحبس اختي وكانت مشاكل. كل ده عايز يعمل في اختك كده ليه؟ هو مش فكره اختي بس. بصي هو بعد كل الضرب واللي حصل طلع قال لها في وسط الشارع ما تخافيش انا ما اقدرش اضربك، انا بحبك انتي. اللي بيقع في حفره بيحاول يقوم ويطلع منها، مش يوحل نفسه فيها اكتر. يا شباب، يا بنات، يا شابات، يا انسات، يا كل المعاني الانثويه اللي في الدنيا، ركزوا كويس. ركزوا في البني ادم اللي انتوا هتختاروه شريك حياتكم. ركزوا في التفاصيل، في ادق التفاصيل. لان لو كبرتوا دماغكم او طنشتوا او عديتوا الموضوع واعتبرتوه عادي، ممكن يكون الانسان اللي قدامك ده اصلا وحش وهو بيقول لك انا وحش بافعاله، بس انت عشان مكبره دماغك ومش حاطه اعتبار بتعدي، وفي الاخر انت اللي هتشيل الطين ده كله لوحدك. لازم نختار صح ونفكر كويس قوي ومليون مره قبل ما نقدم على اي خطوه، خصوصا الجواز. وحسبي الله ونعم الوكيل في اشباه الرجال وفي كل مفتري وظالم.
ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.